السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم خوتي وخواتاتي يلقاكم في تمام الصحة والعافية، نتوما وليداتكم والاهل ديالكم وكاع اللي عزيز عليكم، يا ربي الله يشافي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اليوم بإذن الله واحد الفيديو مطرطق، واحد الفيديو غزال فيه كاع الشهيوات اللي كيحماقوا عليهم المغاربة كاملين بدون استثناء. عندنا الشباكية باللوز، وعندنا السفوف اللي على مقومين يعني على حقهم وطريقهم، وعندنا البريوات باللوز، وعندنا حليوه ديال ريشبوند، وحد الشهيوات اللي ما يمكنش ما يكونوش حاضرين عندكم ان شاء الله في رمضان. ان شاء الله حنا على الابواب ديال سيدنا رمضان، الله يبلغنا رمضان ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم ان شاء الله بالتفصيل الممل السفوف المقومين على حقهم وطريقهم، وفي نفس الوقت غنشارك معكم غير لقطات من الشباكيه ولقطات من ريشبوند، المهم ولقطات من بريوات. ما غاداش نشارك معكم بالتفصيل الشباكيه وريش بوند والبريوات، غادا ندير معكم غير لقطات، وغنخلي لكم الروابط ديالهم في صندوق الوصف ان شاء الله. الشباكيه غنخلي لكم الرابط، وغنشاركها معكم ان شاء الله ملي قرب رمضان. ضروري من عاوتاني نشاركها معكم بطريقه تكون سهله، اللي ما تعذبك ما حتى شي حاجه، تخدميها غير بوحدك كتجي تبارك الله معلكه وبنينه. اللي ضاقه كيحماق عليها هاد الشباكيه ملي درتها، كاع اللي ضاقها حماق عليها الصراحه، كلشي لانها جات مقومه، درتها باللوز وبالزعفران شعره وبزيت الزيتون والزيت العاديه، جات واحد المذاق ما نعاودش ليكم. حتى البريوات حتى هما بورقه البخار بعقده اللوز، نصها مقلي ونصها مسلوق. وكيف ما قلت لكم السفوف مقومين على حقهم وطريقهم يعني. كنتمنى تتبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر، غادي يعجبكم وغادي ينفعكم بالنسبه للاخوات اللي باغيين يخدموا لي كوموند، وبالنسبه لكم حتى نتوما في ديوركم. غنوريكم كيفاش تصرفت مع لا كوموند وباش بديت ان شاء الله وكيفاش تصرفت. اول حاجه درتها هي جبت السنيده باش ندير العسل معاكم، لانني غندير الشباكيه وغندير البريوات، ضروري خاص العسل نصوبو بيومين قبل. انا كنبغي نصوبو بنهار قبل او بيومين، يبقى عندي قد ما بقى داك العسل قد ما كيرتاح وقد ما كيعقد. المهم الطريقه ديال العسل مشاركاها معكم اخواتاتي، ولكن غنعاودها معكم. كيف ما تستعملوا سنيده بحال بغيتوا تستعملوا سنيده، بغيتوا تستعملوا السكر القالب بحال انا مشاركه معكم القالب، ودابا غنشارك معكم بالسكر سنيده. هنا درت 3 ديال الباكيات ديال سكر سنيده، كل وحده فيها 2 كيلو، يعني كل 2 كيلو السنيده غندير فيها ايطرو ديال الماء. انا عبرت هنا بالكاس ديال المولينكس، هو اللي لقيته عندي فيه العبار ديال الايطرو. هانتوما درت 3 الباكيات، يعني كل باكيه سنيده كندير فيها ايطرو ديال الماء. ملي كنديرهم هكا في الكوكوط، انا غنشاركو معكم دابا في الكوكوط، وديجا مشاركه معكم بكميه كبيره في كاميله كبيره، يعني في وقت رمضان يعني في شعبان كنكون واحد الضغط ديال الشباكيه، ما كنديرش الكوكوط غالبا، كندير الطاوه الكبيره اللي كندير فيها كميه كبيره ديال السكر سنيده. دابا درت معكم غير 3 الباكيات هما اللي خاصيني، وكل باكيه سنيده غادي ندير فيها حامضه. هاد الحامض راه بلدي، قطعت كل حامضه على 4، وكل باكيه السنيده فيها ايطرو ديال الماء. كنحرك مزيان باش ما تبقاش ديك السنيده حاتله ليا لتحت في القاع ديال الكوكوط ديالي. كنحرك شويه صافي، وكنشعل البوطه وكنبقى غير نحرك غير واحد 5 ديال الدقائق. ملي كنحس ديك السنيده بدات كتذوب صافي، كنسد على الكوكوط، كنسد عليها مزيان، وكنخليها كل باكيه السنيده مع ايطرو الماء وحامضه كنخليوها ساعه الا ربع حتى الساعه ديال المكانه. الا كنا باغيين الشباكيه كنخليوها ساعه، كنا باغينها غير الماكله كنخليوها ساعه الا ربع. المهم نتوما غضربوا الحسبه. هنا عندي اللوز 2 كيلو اللي غندير في السفوف. خديت اللوز البلدي، هذا البلدي. غادا نغسلو مزيان، لان كيف ما كتشوفوا معايا نتوما فيه التراب. غادا نغسلو مره وجوج وثلاثه حتى نحس به يتنقى، وغنديرو هنا في واحد الغربال حتى يتسقطر، وغادا نسلقو ونفسخو ونقليه. بالنسبه للزنجلان غسلته كامل، عندي 3 كيلو زنجلان، 2 كيلو غنديرها في السفوف وكيلو غناخذ منه الشباكيه. غسلته كامل ودرته في لاطه كبيره ودرته في الفران، ومن بعد نقيته كامل. عاد بديت دابا غناخذ 2 كيلو اللي عاود تحمرتها شويه، لان في الفران ما كنخليش يتحمر 100%. غير نصهدو صافي، كنديرو في البوطه، وكنبدا نحمر فيه فوق المقله باش يلا يتقرمل ليا. صافي دابا غنمشي معكم البريوات. هنا خديت كيلو ديال اللوز اللي نصو مسلوق ونصو مقلي، وطحنته في الماكينه اللي كطحن اللوز. هنا ضفت واحد المعلقه صغيره ديال القرفه،
القرفه راه هنايا سيجار مطحونه. غنضيف واحد تقريبا شي 7 الحبات اولا 8 ديال المسكه حره اللي حكيتها مع شويه ديال السنيده. هنا غندير الزبده سبيسيال. يمكن لكم تذوبوها خواتاتي، انا ما ذوبتهاش. ديروا شي 2 معالق كبار ديال الزبده سبيسيال. واحد شويه ديال المهم الزهر كتبقاو كتخويو في الزهر. وهنايا غندير شويه قطرات ديال روح الزهر، وغنبقى ندلك في الخليط ديالي، ندلك ندلك ندلك. وانا كنضيف الماء زهر حتى العقده ديالي كتنسجم، وكندلكها مزيان. ضروري ما كندلكها، ما كتبقاش هكا هي كتفرتك. المهم انا تبعت معكم المراحل اخواتاتي. هاد لا كوموند راه ما درتهاش في نهار، راه درتها تقريبا في اسبوع. كل نهار كندير حاجه، يعني خدمت وانا مرتاحه، يعني ما خدمتش تحت الضغط. بالنسبه للكونفيتور خديت واحد المعلقه عامره ديال الكونفيتور باش تعطينا التعليكه. وغنبقى نضيف في المزهر غير قطرات. الا كثرتوا المزهر في العقده راه غادي تطرطقوا لكم البريوات ديالكم. المهم نتوما غتبقاو تضيفوا غير بشويه بشويه، يعني بالنقيطه بالنقيطه. هنا غنزيد واحد شويه ديال الزبده، وغادا ندلك مزيان العقده ديالي حتى تولي، يعني تولي رطبه في يديا وتولي كتكور وما كتشققش. هنا باقا كتشقق، يعني غادا نزيد ندلكها. ها نتوما شوفوا تتولي العقده بحال هكا، يعني ملي كتكوروها كتحافظ على التكويره ديالها. المهم راه الطاويه ديال البريوات مشاركه معكم، ما غاديش نضيع الوقت في الفيديو لانه غادي يجيكم طويل. راه الفيديو جات فيه ساعه وزياده. بقيت كنزرب فيه نزرب فيه نزرب فيه حتى رجعت لكم في 28 دقيقه. المهم واخا طويله سمحوا لي اخواتاتي، بغيت نشارك معكم لا كوموند. المهم بريوات هما هادو، درت فيهم غير 6 غرام، جاو صغيورين وجاو زوينين. صافي غنخليهم في الكونجيلاتور وما غاداش نقليهم في هذيك الساعه ديالهم، حتى نبغي نقلي الشباكيه عاد غنقليهم. صافي ودزت الريشبوند. هنا ساهله ريشبوند، درتها صغيره. هنايا عندي كيلو ديال الكليانه، وفي نفس الوقت راه حدايا البول غنعجن لوليداتي حتى هما كيلو، لانهم بغاوها. ما يمكنش يشوفوا هاد ريشبوند وما يقولوش لي صايبه علينا. دابا غندوزو للصفوف اخواتاتي. هنا عندنا 2 كيلو ونص ديال الدقيق اللي حمرت، حيت ملي كنديروا 2 كيلو ديال الدقيق قد كيتنقص ملي كتحمر. هنا درت 2 كيلو ونص، ملي كتحمر وكتغربل كتبقى غير 2 كيلو. هنا عندي النافع وحبه حلاوه والكرويه. عندي وقيتين نافع وقيتين حبه حلاوه وقيتين كرويه. غادا نحل باش تشوفوا معايا النافع كي داير. كاين اللي كيتخالطوا ليه خواتاتي النافع وحبه حلاوه. هنا النافع كيكون لونه خضر، ماشي داك النافع المصبوغ راه كيبان. هذا نافع لونه خضر طبيعي. هذه الكرويه حتى هي خديت منها وقيتين ديال الكرويه. وهنا عندي وقيتين ديال حبه حلاوه حتى نص رابعه. ديروها حبه حلاوه كتبقى زوينه في السفوف. كل شيء هادشي منقي ومصهد في البوطه. هنا عندي القرفه اللي مطحونه على اليد. وهنا عندي المسكه حره تقريبا شي 10 دراهم حتى ل 15 درهم. وهنا عندي السكر ثقيل. عندي هنايا واحد نص كيلو ديال السكر ثقيل. غندير القياس اللي غادي نبغي، يعني الحلاوه على حسب الذوق. وواحد 2 كوزات. بالنسبه للزنجلان هنايا عندي 2 كيلو ديال الزنجلان، يعني 2 كيلو فورس غندير فيها 2 كيلو ديال الزنجلان اللي مغسول ومنقي ومحمر ومحطوط. هنا عندي 2 كيلو ديال اللوز البلدي اللي سلقته وفسختو وقليته. المهم 2 كيلو دقيق في 2 كيلو زنجلان في 2 كيلو ديال اللوز. وهنا عندي الزبده سبيسيال. عندي كيلو تحت الطلب ديال الكليانه بغات نجمعوا لها السفوف غير بالزبده سبيسيال. هنايا نقصت داك اللوز باش نزوق به، نقصته صحيح. وهذا 2 زليف ديال الزنجلان اللي حيتها من 2 كيلو غنخليهم. هادو ما غنديهمش معايا يطحنوا. هادشي غادي يبقى في الدار حتى نرجع ان شاء الله، لان داك الزنجلان غادا نرميه صحيح وداك اللوز غنزوق به من الفوق. دابا غادا نمشي معاكم. المهم هادو هما المقادير اللي غندير ان شاء الله في هاد السفوف ديالي، مقومين ناضيين كيجيو لذاذ بزاف بزاف. غنوريكم الطريقه حتى كيفاش غادا نطحن. غنديكم معايا عند الهري اللي غادا نطحن فيه. المهم هنايا اللوز اللي عندي 2 كيلو خديت منه داك شويه اللي غنزوق به، وداك الشيء اللي بقى نصو غنطحنو مع الزنجلان اللي غادي تطحن مع الدقيق ومع كل شيء، ونصو حتى نجيو غادا نهروشو ان شاء الله. ضروري من التهرويشه في السفوف، ما غاديش نطحنوا كل شيء تنيل. هنايا غندي كل شيء عند الهري، حيت باقا ما شريتش الماكينه خواتاتي. الله يسر ليا ونشري الماكينه اللي كطحن السفوف وطحن اللوز. راني دايراها في بالي ضروري ما نشريها، كتسهل عليا ما كتخلينيش هكا نخرج حتى لعند الهري ونبقى شاده النوبه وعاد نطحن. وبعض المرات ما كيبغيوش يطحنوا ليا خواتاتي. المهم الله يسر لي ان شاء الله ونشريها قبل رمضان باذن الله تعالى يا ربي. صافي هنايا انا غادا بهذا الشيء غندي عند الهري باش نطحن.
وهذا الشيء غيبقى في الدار، الزبده وداك اللوز وداك الزنجلان اللي غادي غنهروشوه غادي يبقى في الدار. هنا راه مشيت عند الهري، الماكينه هي هذه اللي كيطحن فيها، الماكينه كبيره. اش دار كلشي هو في دقه الا المسكه طحنها ليا تم، وعطاني الغربال، غربلت النوافع كاملين والكرويه، طحنهم ليا هما الاولين، نافع وكرويه وحبه حلاوه، وغربلتهم عاد ضفتهم مع الخليط، دار الدقيق ودار الزنجلان ودار اللوز، ودرنا النوافع وحبه حلاوه والمسكه اللي دقيناها والقرفه. ولكن ما درتش القرفة كاملة وما درتش النافع كامل، لأنني خفتو يجي مذاقهم طاغي على السفوف ويجيني فيهم المرورة. درت غير نص المقادير، وقلت حتى للدار وندوق. ديك الساعة خاصتني الحلاوة نزيد، خاصني النافع نزيد، خاصني القرفة نزيد. ها نتوما خواتاتي أنا جيت للدار دابا. هادشي ديال التهرويشة غنديرو في الهاشوار باش تهروش ليا. دوبت الزبدة، جبت واحد القصرية غنحط فيها الخليط ديالي، هو هذا اللي طحنو ليا مول الهري. ها نتوما شوف، ما خليتوش تتعلك وكيلصق في لها. المهم ها هو تطحن بهذه الطريقه، يعني ملي كنفرتو بيدي راه كيتفرتت. كاينين الناس كيتشكاو من هذا الطحين ديال هادشي كامل برا، كيقول لك كيلصق لينا في لها، ولكن انايا بقيت عيني عليه توصل لهذا القياس وقلت ليه بركه، لانني باقا غنخدمه في الدار. ضفت عليه دوك جوج زليف ديال الزنجلان اللي حمرت وصحيح، وهنايا النص ديال اللوز اللي بقى ليا حتى هو يهروشتو في الهاشوار باين. وضفت شويه ديال النافع حيت حسيت بيه ناقص، وضفت النافع حبه حلاوه الكرويه، وضفت السكر لانني ملي ضقت اللهم تجيو تذوقوا وتلقاوه ناقص، ولا تضيفوا كل شيء وتلقاوه حلو بزاف، ولا تلقاو النافع كتير عاطي المروره. المهم القصريه جاتني صغيره، جبت هاد القصعه كبيره هي اللي غادا تندلك فيها السفوف مزيان، لانه كيبغي يدليك. غادا نبقى نورك عليه حتى يتحلوا ليا دوك الكويرات، وان شاء الله نتوما غتشوفوا. كيف ما شفتوا ملي جيت من الهري راني دقت شويه ولقيت خاصو السكر، خاصو شويه النافع، وخاصو القرفه. يعني ملي بانت ليا القرفه ما كايناش البنه ديالها، زدت 2 معالق كبار، وزدت 2 معالق كبار ديال النافع وحبه حلاوه الكرويه، وزدت السكر. ودابا بديت كنضيف في الزبده. هنايا هاد الخليط كامل هز ليا تقريبا كيلو الا ربع ديال الزبده تقريبا. انا كانت عندي كيلو، درتها تقريبا حنت تحت الطلب ديال الكليانه، بغات السفوف يكونوا معلكين وكيتقطعوا هكايا، الا حطيتهم هكايا قرصتهم في شي بلاطو تقطعهم مربعات، يعني بغات السفوف يكونوا معلكين ويكونوا كيتقطعوا، يعني يكونوا ميدمين، ماشي يكونوا هكايا مدردرين. بحالي انا يكون درتهم لداري ما غنديرهمش ميدمين بحال هكا، كنديرهم غير بحال هكا بركه، كنبغيوهم هكا يتكالوا شويه مدردرين وما ناشفينش في نفس الوقت. المهم كنذوق، ضروري ما تذوقوا الحلاوه وكتبقاو تضيفوا السكر كلاصي، والزبده كيف ما شفتوا ضروري ما كنصفيها، وانا كندلك في الصفوف. كندلكو مزيان. هنا راه 2 ديال الليل كندلك فيه، حيت كنت غنخليه حتى الصباح، قلت لا ضروري ما ندلكوه. علاش؟ باش نديرو في واحد السطل ونخليه ينسجم مع بعضياتو، شي كيطلق في شي حتى الصباح عاوتاني عاد غنعاود ندلكو. وانتم معايا ان شاء الله باش تشوفوا كيفاش غنتصرف مع هاد السفوف هذا، باش نحصل واحد النتيجه خطيره. يعني ملي تذوقيه راه البنه والريحه ما نعاودش لكم عليه. القوام مقوم 2 كيلو دقيق في 2 كيلو زنجلان في 2 كيلو ديال اللوز البلدي، والمسكه الحره والقرفه والنافع حبه حلاوه والكرويه. يعني هادشي كامل شوفوا معايا. ها نتوما راه معلك، ملي كتقرصيه كيتقرص وفي نفس الوقت ما كيلصقش في اللها. ها نتوما هنايا راني ضفت شويه ديال النافع وحبه حلاوه والكرويه والقرفه. ملي كنذوق وكنلقى راسي باقا ما تسبنتش القرفه مزيان او ما تسبنتش النافع مزيان كنزيد. راه قلت لكم شريت وقيتين وقيتين وقيتين، ولكن الاذواق كتختلف، خاصكم تحطوها حداكم وتبقاو تضيفوا. ملي كتحمروها وطحنوها وتغربلوها كتبقاو تضيفوا حتى كتحصلوا على المذاق اللي بغيتو. ها نتوما السفوف ديالي صافي واجدين. خلطتهم بالليل. تبارك الله جاو رائعين، الريحه ديالهم والمذاق ديالهم. غنخليهم في واحد السطل حتى الصباح. ضروري ما نحطهم، انا ماشي غير نخلطهم نعطيهم السيده، الا كنبغي نخلطهم ونديرهم عندي حتى يصبحوا، ونعاود ندلكهم ونشوفهم واش نشفوا واش ما نشفوش. حيت الا لقيتوهم نشفوا غتزيدوا شويه ديال الزبده. انا نورمالمون كنخلط بين الزبده وزيت الزيتون، ولكن الكليانه ما بغاتش زيت الزيتون، بغات غير الزبده. داكشي اللي بغاتو درتو. كجبت السطل حطيت فيه الخليط ديالي كامل، غنخليه يرقد حتى نكمل الشباكيه ونقلي البريوات ونكمل لا كوموند ديالي كامله. عاد غنحيدو من السطل
وغدا ان شاء الله نعاود ندير لكم. بالنسبه للشباكيه خواتاتي هي هذه، غنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف باش تدخلوا تشوفوا القوام ديالها اللي تبارك الله ما شاء الله راه كيجي رائع. هاد شوفوا معايا التشبيكه غنشاركها معكم، بزاف الاخوات يقدروا يبغيوها. المهم راه باقا غنشاركها معكم اللي قرب رمضان ضروري بشي طريقه سهله اللي ما تعذبكم ما تمحنكم. المهم التشبيكه راه باينه، كنقطع كندير الاولى فوق الثالثه ودوك الجوج كنديرهم فوق الاخيره وكنقرص الجنيبات وكنقلب. هذه هي الطريقه ديال التشباك ديالي، كتجي بحال الوريضه، كتجي روعه في المنظر ولا في المذاق. كتجي كامله قياس واحد لانني كنستعمل ديك الجراره البيضاء اللي كديها اللي كتمشي مشيه وحده مع الصمته. هذه كنستعملها كتعطيني الشباكيه ديالي قياس واحد، تبارك الله كتجي قياس واحد. واخا كنبغي ندير غير الجراره ولكن على قبل قياس واحد كندير انا هذيك البيضه، كتسهل عليا الخدمه الصراحه. المهم حباباتي راه غنشارك معكم اللي قرب رمضان وغادي تشوفوا معايا القوام. هذه راه فيها تبارك الله اللوز والزنجلان وزيت الزيتون والزيت العاديه وفيها زعفران شعره، راه جات في المذاق كتحمق. وخلاص في العسل حتى هو راه غندير فيها العسل اللي غنطيب زائد العسل العسل الحر حتى هو جابته ليا السيده باش نخلط ما بين العسل اللي انا درت والعسل الحر، داكشي علاش جات روعه في المذاق. هذه هي 2 كيلو ديال الشباكيه، في لاكوموند عندي غير كيلو، بحال كيلو للسيده وكيلو غادي يبقى ليا ان شاء الله. داكشي علاش غدا ندير خلط 2 كيلو باش نخدم خدمه وحده ودايزه وضروري ولادك ما غيبغيو يذوقوا، ضروري ما غتشمي الريحه وغادا تبغي تذوقي، اللهم زيدي 1 كيلو او نص كيلو بحسابك باش تبقى لا كوموند ان شاء الله ديال الناس تبقى ليهم. المهم ديال الشباكيه ديالي كامله كملتها وغندوز دابا باش نقليها وهانتوما معايا. صافي خويت واحد الركينه في الصالون وجبت الفورنو وغادا نحط المقله وجبت الشباكي اللي غنحط فيهم الشباكيه وجبت الطاوه اللي غندير فيها العسل كيف ما شفتوا معايا. غندير العسيله هنايا حتى العسيله هنايا راه عندي قرعه ديال العسل. السيده جابت لي 2 قراعي، وحده غنديرها في الشباكيه ووحده غنديرها مع البريوات. من الاولى انا غنديرها في الشباكيه وضروري ما غنزيد العسل اللي انا طيبت اللي دازت عليه يومين هو طيب حتى طلق وحتى تبارك الله عقاد عاد غادا نستعمله. العسل ديالي هو هذا. المهم ضروري ما خلطتهم تحت الطلب ديال الكليانه. والمذاق جا خطير بزاف ديال ديك المخيرقه، داك العسل لعب دور كبير. هنايا غنضيف قطرات ديال روح الزهر في العسل، غير قطرات باش تجيني من السم. وصافي ملي كيسخن الزيت ما تخليوش الزيت حتى يسخن بزاف وتحرق ليكم. صافي غنضيفوا الشباكيه ديالنا، من بعد غنضيف كما قلت لكم قطرات ديال روح الزهر. هنا راه ما سخنتش العسل نهائيا. صافي ملي كنقلي القليه الاولى درتها في العسل كنبقى نهز العسل ونخوي عليها بهذه الطريقه هذه. ريحتها جات فنه، جات معلكه، جات هشيشه كتحمق وما فيهاش الكسره مصفه نهائيه وجات بحال الوريضه. ها نتوما شوفوا معايا راه كنقرب لكم وسمحوا لي بزاف اخواتاتي راه تهرست ليا السيبوره، داكشي علاش كنشد بيد وكنوريكم بيد، داكشي علاش ملي صورت بزاف ديال الحوايج. المهم كملت الشباكيه كامله ودابا جبت القرعه الثانيه ديال العسل اللي غادا نديرها في البول. وجبت البريوات من الكونجيلاتور. البريوات ملي كنخدمهم كنغطيهم بالفيلم اليمونتير كيف ما كتشوفوا وكنديرهم في واحد البلاستيكه كتكون كبيره وكنخشيهم في الكونجيلاتور. تنبغيهم على خاطري عاد كنجبدهم نقليهم. ها نتوما شوفوا معايا راهما مجمدين من المجمد نيشان الزيت حتى سخن ليا شويه الزيت عاد غادا نرمي البريوات عاد جبدتهم من الكونجيلاتور. شوفوا معايا هذه هي الطريقه اللي كندير لهم انايا، ماشي غير كنساليهم كنقليهم حتى كنديرهم في كونجيلاتور. وساليت الشباكيه العسل حدايا باقي وكلشي باقي حدايا. غادا نقلي البريوات ان شاء الله وغادا نديرهم في البول اللي غنخوي فيه العسل وغنبيتهم في العسل كيف ما شفتوا معايا راني كنرمي في البريوات ديالي. جبت الكوكوط هنايا هي اللي غنقلي فيها، حنتاش الكوكوط هي اللي كتعجبني نقلي فيها البريوات كيجيوني لون واحد وكيجيو تبارك الله كيجيو هما هادوك في القلي ما كيتخطفوا ليا ما حتى شي حاجه. وانتم غتشوفوا اللون اللي كنحصلوا عليه. ها انتم هنا خويت القرعه ديال العسل كيف ما شفتوا معايا
غنخليه جهد معلقة كبيرة فقط. علاش؟ باش حتى نستف البريوات ديالي ونستف المخرقة ديالي في البواطات، وغندير واحد الخطيط الفوق باش يعطينا واحد النسمة في في الشباكية وفي البريوات. كنبقى نحرك في البريوات ديالي حتى كيتقلاو وصافي، وكنبقى نهز فيهم. المهم ما نزقاش عليهم من التحراك، ما نحركهمش ملي نرميوهم حتى يشدوا في روسهم. صافي هذاك البول اللي حدايا غادا نبقى نحط فيه البريوات وغنغطي عليه بالعسل وغنخليه حتى الصباح، عاد غنحيدهم من العسل. دائما البريوات كنبيتوهم في العسل باش يشربوا لينا العسل وتجي ديك العقده معلكه حتى هي يوصل ليها العسل. وهذا ما كان في البريوات اخواتاتي. اما الشباكيه راني ساليتها وستفتها درت عليها الزنجلان ودرتها. دابا مشيت للبريوات بريش بوند راني صوبتها وقاديتها حتى هي في البواطه ديالها. الحاجه الوحيده اللي بقات ليا في هاد لاكوموند هي السفوف، نعاود ندلكهم ونستفهم. كيف ما شفتوا معايا ساليت البريوات خليتهم في العسل حتى الصباح، عاد غدا نحيدهم ان شاء الله. ودابا دزت معكم السفوف، ها نتوما راه بقاو تقريبا يومين هما في السطل حتى تلقوا في بعضياتهم. عاد جبتهم غدا ندلكهم مزيان مزيان عاوتاني، وشتهم واش نشفوا لقيتهم ما نشفوا ما حتى شي حاجه، هما هادوك يعني ملي كنكورهم تيتعلكوا وملي كنفرتتهم راه كيتفرتوا. وتبارك الله مقومين وفيهم القوام زوين، وفيهم اللوز البلدي، فيهم زنجلان بلدي، فيهم فيهم الزبده سبيسيال. عرفتوا الجو رائعين في المذاق، رائعين في المذاق اخواتاتي. الا بغيتوا شي حاجه ديال النفس ديروا بحال هاد السفوف هادو. بالنسبه اللي ما بغاش يدير غير زبده سبيسيال يخلط بين زبده سبيسيال وبين زيت الزيتون. ها نتوما شوفوا معايا راه ما نشفوش، بقاو معلكين ومدلوكين كيبغيو الدليك، لان قد ما دلكتيهم قد ما كيطلقوا في بعضياتهم. دابا غنجيب هاد البواطات اللي جابت لي السيده، غادا نفرق عليهم الصفوف. غنحط كل بواطه غنحط فيها الكميه اللي غادي تجيها، يعني غنعمر البواطات كاملين ونحاول نفرتت ما نخليهمش مكورين. وفي الاخر غنضغط عليهم حتى يتقاد ليهم الوجه ديالهم ونزوقهم باللوز. وهانتوما معايا ان شاء الله. هاد السوف اخواتاتي راه جاو مقومين خلاص. الا درتو اللوز بلدي وزنجلان بلدي راه غادي يجيكم واحد المذاق لا يعلى عليه. انا ما بقيتش كندير فيهم العسل لان العسل غير كيكور ليا السفوف، وليت كندير غير السكر سقيل الا بغيت الحلاوه صافي. ما بقيتش كندير العسل، كنت كندير فيهم العسل الحر، كنشريو الزمزامي ولا شي قرعه اخرى، المهم ديال العسل يكون نوعيه جيده كنديروهم فيه. دابا ما بقيتش كندير فيهم العسل. العسل غير كيكورهم الصراحه. ملي كنديرو هكا غير سكر كلاصي صافي، هذا هو اللي كاين، كيجيو زوينين بزاف. هنايا تقريبا هاد الكميه خرجت ليا شي، كل بواطه هنا فيها تقريبا شي 2 كيلو ونص عبار. يعني تبارك الله 2 4 6 شي 7 كيلو ونص ديال السفوف اللي خرج ليا هاد القوام هذا. يعني الا بغيتو تبيعوا الصفوف ديالكم بالكيلو عبار، هاد القياس هذا اللي خدمت معاكم 2 كيلو في 2 كيلو في 2 كيلو، يعني نفس القياس ديال الدقيق، نفس القياس ديال اللوز، نفس القياس ديال الزنجلان، عطاني تقريبا شي 7 كيلو ونص ديال السفوف. المهم كيف ما شفتوا معايا كنقاد الوجه ديالهم تبارك الله راه جا رائع بزاف. هنا اللوز اللي خليته مقلي صحيح، غادا ندير به هاد الزويبقات هادو نزوق الوجه ديال السفوف ديالي. ضروري من المنظر، ضروري من الديكور، لان العين كتاكل قبل من الفم. والحاجه ملي كتكون مديكوريا وكتصوبيها بواحد الحب كتجي رائعه. انا راه صوبت هاد الشيء والله العظيم صوبته لواحد بنت صاحبتي الا بواحد الحب ما نعاودش ليكم. داكشي داز هو هذاك كلشي جا غزال ما شاء الله. كنتمنى تعجبها لا كوموند وتعجب حتى بنتها ان شاء الله. وباش ما كان ان شاء الله راه غدا نقول لكم كلشي في اخر الفيديو. صافي كنستمر هكا حتى كنزوق، كندير واحد الوريق، واحد الوريد البلدي تاع الوسط، واحد الورقه ديال الوريد بقيت كنهضر حتى مشات ليا الهضره. واحد الورد البلدي الوسط كنديرو في وسط هذيك الوريده اللي درت باللوز باش كنهرسوا داك اللون ديال اللوز وديال الصفوف، واحد كندخلوا داك اللون الموف. هذا اللي كاين. لا كوموندات تبارك الله سلسه في الخدمه، ودزت وخدمتها وانا مرتاحه. يعني سيمانه نقيت الزنجلان على خاطري، غسلته على خاطري، صوبت كل شيء يعني
على حقّه طريقه، يعني ماشي صاوبتهم تحت الضغط، يعني ما كانش عندي الخدمة هاد لا سيمين، يعني صايبتهم على خاطري، وحتى نبقى كيشد اليد. داك الشي علاش بشوية بشوية حتى كمّلت كلشي داز على خير وبخير. كما قلت لكم خليت واحد المعالقة ديال العسل اللي جابت ليا السيدة في القرعة، خليت واحد تقريبا معلقة كبيرة حتى 2 معالق، هما اللي غادا نضيفهم على فوق الشباكية بالموس، باش يهبط على اشكال خطيطات رقاقين كيف ما كتشوفوا. يعني ماشي غنجيب المعلقة ونخوي، لا، كندير غير الموس باش يهبطوا لي دوك الخويطات رقاقين فوق الشباكية وفوق البريوات. ملي كتهزي الشباكية ديالك وتذوقيها كتحسي بها بنينة بداك العسل، لان مذاقه زوين بزاف. شوفوا معايا الشباكية جات روعة معلكة، السفوف تا هما جاو معلكين وما كيلصقوش في الها نهائيا اخواتاتي. غير نتوما خصكم تعرفوا الوقت اللي تقولوا اللي كيطحن لكم يحبس، ما تخليهمش تيتعجنوا ويتعلكوا، فهمتوني. ريش بوند جات يا سلام، جات كدوب في الفم ذوبان. والبريوات هما متاكروش عليهم، راه كنخلط ما بين اللوز اللي مسلوق واللوز اللي مقلي باش كيجيو مذاقهم زوين بزاف. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتعجبكم الشباكيه، وغنخلي لكم كل شيء في صندوق الوصف، الريش بوند والشباكيه والبريوات، باش تلقاوهم بالتفصيل الممل. اللي بغى يخدم على راسو هذا العام ان شاء الله كل شيء ان شاء الله غادي يخدم، حتى حاجه ما صعيبه، واعره غير البديه. الله يسر لكم اخواتاتي. شوفوا معايا الشباكيه كيفاش جات، قياس واحد، منظر واحد، واللوين واحد، والتعليكه التعليكه التعليكه، وراه فيها جنجلان بلدي، فيها زبده سبيسيال وزعفران شعره، راه جات روعه في المذاق. بالنسبه للريشبون جات كدوب في الفم. وبالنسبه للسفوف والبريوات من داكروش عليهم. كنتمنى تجربوا هذا الشيء اللي وريتكم بنفس الطريقه، ان شاء الله غادي تعجبكم. وخليوا لي في لي كومونتير كيفاش جاكم لا فيديو، كيفاش الا جربتوا شي حاجه من هذا الشيء. خليوا لي في الكومونتير كيفاش جاكم، وما تنساوش ختكم باللايكات ديالكم وبالتشجيعات ديالكم. كنتمنى اللي وصلت معايا حتى لهنا وباقا ما دارتش ليا لايك، ما تبخليش عليا اختي بلايك، ما خسرتي حتى شي حاجه. الله يجازيكم بخير، والله يجعلها في ميزان حسناتكم. وبارطاجيو لا فيديو مع الاهل ديالكم ومع صحابكم ومع حتى صحاباتكم اللي مساكن باغيين يديروا لي كوموند وباغيين يخدموا من ديورهم، علاش لا. واللي باغي يدير شي حاجه قبل رمضان في التيساع حتى هو بارطاجيو معاه لا فيديو باش حتى هو يستافد وتعم الفائده. وبالنسبه للاخوات اللي كيبغيو الاثمنه وكيبغيو يعرفوا الاثمنه باش يخدموا بها، غنقول لكم ان شاء الله بشحال خرجت اي حاجه هنايا. بالنسبه للشباكيه خرجتها الكيلو عجنه ب 4800، يعني 240 درهم. 4800 ريال هي 240 درهم، هادشي باش خرجت الشباكيه. بالنسبه للريشبوند ب 130 درهم، 2600 ريال، حيت كاينين الناس اللي كيبغيو يسمعوا الثمن بالريال، وكاين اللي كاين اللي كيعرف غير الدرهم. المهم ب 130 درهم ريش بوند. بالنسبه للبريوات كيلو ديال اللوز ب 7000 ريال، يعني 350 درهم. بالنسبه للسفوف هنايا جابت لي السيده كل شيء، يعني القوام كله جابته هي، داكشي علاش خدمته غير ب 100 درهم الكيلو. هنا عندي 2 كيلو ديال الدقيق، يعني خدمته ب 4000 ريال، يعني 2 كيلو خدمتهم ب200 درهم. كنتمنى نكون فدتكم واستفدتوا من الأثمنة، وكتبقى الأثمنة على حسب المدن وعلى حسب السلعة باش كتخدمي، واش بلدية أو لا عادية. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.